ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري. الأهلي المصري يغلب الإسماعيلي بهدف دون رد. تغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز. أحرز بيرسي تاو هدف المباراة. فرض لاعبو الأهلي استحواذهم على اللعب، وتحصل محمد الشامي لاعب الإسماعيلي على فرصة محققة للتسجيل في مرمى الأهلي، ولكن سددها أعلى العارضة قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على لاعب الدراويش. ولعب شريف رأسية في الدقيقة 29 من عرضية معلول، ولكن وصلت إلى يد حارس الإسماعيلي. وفي الدقيقة 30 سدد أفشا تصويبة ولكن بعيدة عن مرمى الدراويش. دفع الإسماعيلي بياو أنور بدلا من سيرجي أكا في الدقيقة 79، بينما شارك محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح في الدقيقة 83. سدد حسين الشحات تصويبة في الدقيقة 87، ولكن خرجت بعيدا عن المرمى قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف. وافق النادي الأهلي على انتقال برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية، حيث قام أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية. ولم يشارك برونو سافيو لفترات طويلة مع الأهلي، ولكنه ساهم في تحقيق لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، كما نجح في تحقيق 4 بطولات مع الأهلي، وهي السوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. شدد كولر في حديثه على أن فريق النادي الأهلي فريق كبير، ومن الطبيعي أن يدعم صفوفه بلاعبين جدد، مشيرا إلى أن النادي الأهلي لم يبرم حتى الآن أي صفقات لضم لاعبين جدد. والتقى الأهلي والإسماعيلي في الجولة 18 المؤجلة بالدوري المصري على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، وبهذا الفوز يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة جمعها بعد خوضه 28 مباراة، إذ فاز في 22 وتعادل في 6 ولم يلتقي أو يتلقى أي هزائم. أصبح الأهلي على بعد 5 نقاط من التتويج باللقب الذي غاب عنه آخر موسمين، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز ال13، لكن تتبقى له مباراتان ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط.